السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده، صلوا على النبي كده. ان شاء الله هنعمل النهاردة صينية بطاطس بالسمك. صينية تحفة تحفة تحفة، الطعم حكاية وخطيرة ومشطشطة وجميلة. تعالوا كده اما نشوف المكونات يا جماعة. سمك تونة، عندي سمكتين. جبت بطاطساية وقطعتها قطع. دواير فلفل اخضر، فلفل احمر، بصل مقطعاه. اللي بقى عاوزه تصغري البصل ما تبينهوش تبشريه تعملي كده. كزبره، جزر، توم، فص توم، طماطمتين، وجزر برضو تاني بس بشراه، وليمونه. صلوا على النبي كده يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. يا حلاوتك يا ام معاذ في حاجاتك الحلوه، يا حلاوتك. شفتوا انتوا الطريقه المقادير. نبدا بقى في الطريقه يا جماعه. نغسل بس السمك الاول وننضفه تنظيفه حلوه وارجع لكم تاني يا جماعه. دلوقتي يا حبايب قلبي هنمسك المقادير كلها ونحطها على بعضها، واحطها بملح وفلفل اسمر وكمون بس. اقلبهم على بعضهم الحاجات دي كلها عشان ياخدوا من بعض التتبيله كلها. وفي الاخر احطهم على السمك. اخلص واجيلكم. دلوقتي رجعت لكم يا حبايب قلبي، خلطت الخليط كله على بعض. احطه بقى على السمك، احطه على السمك. وهرصيت البطاطس في اخر الصينيه عشان تدي طعم وريحه. حطيت انا معاهم ربع كوبايه خل، نسيت اقول لكم. وحطيت بهاراتي، الملح وفلفل اسمر وكمون بس، ما بحطش اكتر من كده. ندخلها بقى في الفرن ربع ساعه ونشوف. ونشغل من تحت ومن فوق الشوايه ونرجع لكم بعد ما يستوي ان شاء الله. انتظرونا. اوعوا تنسوا اللايك يا جماعه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها يا جماعه. وصلوا على النبي كده في التعليقات، صلوا على النبي. ورجعنا لكم يا جماعه. السمك طبعا بيستوي في الفرن. اول ما يخلص هوريكم طبعا. عملنا وجبه الغداء اللي هي السمك. قلنا لازم نحلي بقى تحليه. كان عندي رماناي في التلاجة وتفاحيه واحده، فقلت ايه، اشتري موز واجيب سفندي واعمل احلى كوكتيل عليها. من الكميه ديت هعمل كميه كبيره جدا منها واقطعه حتت صغيره. انا طبعا هحطه في الايه، في الكوبايات بتاعته. فانتظروني واوريكم السمك واوريكم الكوكتيل في الاخر يا جماعه. ورجعنا لكم يا جماعه مع صينيه البطاطس بالسمك. ايه رايكم يا جماعه؟ يا تكاته يا حركاته. ايه رايكم؟ وصحيه ومفيده جدا جدا جدا. ودوت الشكل النهائي ليها. اوعوا تنسوا اللايكات وتصلوا على النبي يا جماعه. ومعانا الكوكتيل عملته اهوت. وده طبيعي 100%. مفيش نقطه سكر فيه. عصرت جزء من نص الرمانه في الخلاط والباقي عملته بالبذور. ايه رايكم يا جماعه؟ اوعوا تنسوا اللايكات والتعليقات وتصلوا على النبي يا جماعه كده. كوكتيل ام معاذ. عاوزه في التعليقات تكتبوا لي ايه رايكم في الكوكتيل وايه رايكم في صينيه السمك.